قررت أكثر من 34 دولة إفريقية أن تقدم إلى الاتحاد الإفريقي مشروعاً يقضي بتجميد عضوية البوليساريو وطرد ممثلها داخل المنظمة الإقليمية، وذلك ببرمجة مناقشة قضية الصحراء وإعادة النظر في عضوية الجمهورية الوهمية داخل الاتحاد. فهذه الدول التي ساندت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستطرح نهاية يناير الجاري أسئلة حول الإضافة التي قدمتها وتقدمها عضوية جمهورية لا تتوفر على شروط قيام دولة حتى داخل الاتحاد المغاربي، كما أن هذه البلدان ستطالب بطرد البوليساريو التي توجد بتندوف الجزائرية وهي غير معترف بها لا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل جامعة الدول العربية ولا من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي. فعن مصادر إعلامية، البوليساريو لم توقع على أي اتفاقية منذ أن أدخلتها الجزائر إلى الاتحاد الإفريقي، حيث أن عدد القرارات التي وقعت داخل الاتحاد والتي بلغ عددها أكثر من 875 قراراً لم يشر أي منها إلى أي توقيع من طرف البوليساريو في المجال السياسي والاقتصادي والرياضي والاجتماعي وكذلك الأمني.